من منطقة من أجمل مناطق القاهرة، من ميدان القلعة بحي الخليفة. ورايا مسجد محمد علي داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، والناحية التانية ورايا مسجد الرفاعي والسلطان حسن. جايين النهاردة نحكي حكاية واحد من أجمل المساجد اللي موجودة في مصر، وهو المسجد اللي ورايا دوت مسجد قانباي الرماح، أو المسجد اللي موجود على ورقة 200 جنيه. خليكم معانا ويلا نحكي الحكاية. مسجد ومدرسة قانباي الرماح، أهم ما يميز المسجد هنا زي ما احنا شايفين كده المأذنة المزدوجة اللي تعتبر واحدة من 3 مآذن بيحملوا نفس الشكل. الأولى هنا، وللأسف دي مش الأصلية، لأن الأصلية وقعت وتم إعادة ترميمها على نفس شكلها سنة 1914 على إيد هيئة حفظ الآثار العربية. والمأذنة التانية لنفس الأمير، ولكن لمسجده التاني الموجود بمنطقة النصرية بالسيدة زينب. أما بقى المأذنة التالتة فالموجودة بجامع الأزهر الشريف، واللي بناها هناك هو السلطان المملوكي قنصوة الغوري، وتلاقيها موجودة على ورقة 50 قرش. والمسجد بقى من الداخل مصمم على نظام المدارس اللي كانت منتشرة في الوقت دوت، بصحن مكشوف بيتحط بيه 4 أروقة، كل رواق بيدرس مذهب من المذاهب الفقهية ال4. وللأسف المسجد مغلق من فترة طويلة جدا على حس إنه يترمم. أتمنى إن يتم ترميمه بأسرع وقت، لأنه فعلا تحفة معمارية من الداخل أكتر بكتير جدا من الخارج. الأمير قانباي الرماح بقى يعتبر واحد من مماليك السلطان قايتباي، وكان واحد من أهم مماليكه. وبعد موت قايتباي ويتولى الحكم الناصر محمد بن قايتباي، بيتم ترقية قانباي الرماح عشان يمسك وظيفة مهمة جدا، وهي أمير أخور كبير، وهي بالعربي الأمير المشرف على الاسطبلات الملكية. وفضل في الوظيفة دي برضه لما مسك السلطان الغوري الحكم، وإجمالا فضل قانباي الرماح في الوظيفة دي تقريبا 18 سنة ونص. الأمير قانباي اسمه أصلا قانباي السيفي، لكن بقى اتسمى بالرماح ليه؟ في الفترة دي كانت كسوة الكعبة بتخرج كل سنة من مصر في اتجاهها للحجاز، وكانت بتخرج في موكب مهيب ورهيب واحتفالية جميلة جدا. وكان في الموكب دوت بيكون فيه 40 فارس لابسين أحمر بيقفوا على ظهور الخيل وبيلعبوا بالرماح، وده بيكون والخيل ماشية، حاجة كده أجمد من افتتاح الأولمبيات. الفرسان دول كان عندهم لياقة ومهارة عالية جدا عشان ينفذوا العرض دوت بالدقة والإتقان، مع إن الخيل ماشية ودوت ممكن يكون فيه خطورة عليهم. واشتهر الفرسان دول بالرماحة، وكان قانباي واحد منهم فاشتهر باسم الرماح. أهم ما يميز قانباي الرماح إنه كان مجتهد ومركز جدا في شغله، وبالرغم من إنه كان متجوز بنت مهدي من يشمك الدودار اللي كان يعتبر الراجل التاني في عهد قايتباي، مسعاش إنه يمسك وظيفة أكبر من اللي كان ماسكها. ونفس الوضع كان في عصر قنصوة الغوري، وفضلوا في وظيفته ككبير للمشرفين على الاسطبلات السلطانية لحد لما مات سنة 921 هجريا، يعني قبل وفاة السلطان قنصوة الغوري بسنة واحدة بس، وما شهدش على انتهاء دولته على ايد العثمانيين، وده يعتبر كرم من ربنا عليه. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة عن قانباي الرماح هو ومسجده. اتمنى يا رب تكون الحلقة عجبتكم، ولو اول مرة بقى تشرفونا في القناة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واستنونا في حلقة جديدة، وشكرا.